ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل مع بعض كشري المصري في حله واحده. شايفين جماله؟ وهنعمل الدقه كده بتكه حلوه هتخلي طعمها رهيب. والبصل الجميل بتاعنا هنحط عليه تتبيله وخلطه جميله كده هتديله طعم روعه. شايفين الجمال؟ حاجه كده تحفه. شايفين جمال الكشري بتاعنا؟ شايفين جمال البصل؟ شايفين الجمال؟ الخلطه اللي محطوطه على البصل مخلياه تحفه، طعمه يجنن. سامعين صوت قرمشة البصل؟ شايفين الجمال؟ الله على الجمال. بس قبل ما ندخل ونشوف طريقة الجمال بتاعنا ده، ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا ندخل ونشوف الطريقة الجميلة بتاعتنا دي ونشوف التكات اللي احنا عملناها. اول حاجة عندي حلة على النار فيها مية، هنزل فيها بمعلقة ملح، احط عليها واسيبها تغلي. لما المية غلت نزلت بالمكرونة المشكلة. المكرونة ده حسب احتياجك، لا اما تكتري او تقللي. هنسيبها بقى لما تستوى. لما المكرونه تستوى معايا هنعمل الدقه بتاعه الكشري. هجيب حله على النار وهنزل فيها بحبه زيت، وهنزل فوقيها براس توم صغيره مهروسه، وهسيبها عندي على النار لحد ما تصفر معايا تصفير خفيف كده. ولما التومه اخدت معايا لون خفيف كده هنزل عليها بربع كوبايه خل، وعندي شفشق طماطم ضرباه في الخلاط هنزل فوق التومه. هنزل فوقيها بقى بالتوابل. هنزل اول حاجه بمكعب ماجي، معلقه ملح صغيره، والتكه بتاعتنا بقى معلقه سكر صغيره بتخلي طعم الاكل جميل وكمان بتضيع الحموضه. نص معلقه شطه صغيره، وده تبقى اختياري حسب راحتك، عايزه تكتري الشطه او تقللي براحتك. ومعلقه كزبره ناشفه، ومعلقه كمون صغيره. وهقلب بقى الجمال بتاعي ده كله في بعضه واسيبها عندي لحد ما تتسبك. واما الدقه عندي بقى تتسبك هرفع حله على النار وهنزل فيها بحبه زيت، وهنزل فوقها بالشعريه. هقلب الشعريه عندي كويس لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل بتاعنا ده. الشعريه اخدت معايا لون كده هنزل عندي بقى بالرز. هغطي عليه بقى واسيبه يستوى. وده شكل التسبيكه بتاعتي بعد ما خلصت. انا ما بنشفهاش قوي. هرفع عندي بقى طاسه على النار وهنزل فيها بحبه زيت، وهنزل فوقيها ببصله كبيره مقطعه عشوائي. هقلب بقى في البصله بتاعتي كويس لحد ما تاخد معايا اللون الدهبي الخفيف خالص، تدبل معايا يعني. ولما البصله بتاعتي تدبل الرز استوى اهو، هنزل فوقه بقى بالمكرونه، وهنزل فوقيهم بالعدس الجبه. كنت انا سلقته وصفيته من الميه. وبعد لما البصله بتاعتي دبلت بالشكل ده هنزل فوقها بمكعب ماجي، وهقلبها كويس. هنزل بقى بالبصله بتاعتي بقى فوق الجمال بتاعنا ده كله، وهقلبه بقى كله في بعضه كويس عشان كله يتشرب من بعضه. شايفين الجمال؟ احلى كشري مصر هتعمليه، تحفه، ريحته تجنن. وبعد لما قلبته كويس كده في بعضه هوطي عليه النار واغطي عليه واسيبه لما يتشرب كله من بعضه. ولما الكشري بتاعي بقى يتشرب كله من بعضه ويتردد هجيب عندي بوله، هنزل فوقيها بمعلقتين نشا كبار، وهنزل فوقيها بمعلقتين دقيق كبار، هنزل فوقيها بمعلقه كركم، ومعلقه بهارات فراخ، ومعلقه صغيره بابريكا، نص معلقه ملح صغيره. والملح ده حسب رغبتك، لا اما تكتري لا اما تقللي. ونقلب بقى الخلطه بتاعتنا الجميله دي في بعض، وهنزل فوقيها بقى بالميه تدريجي.
انا بنزل بالميه تدريجي لحد ما سمكها يبقى بالشكل اللي انتوا شايفاه قدامك ده. ده القوام المطلوب ليها. عندي بصلتين بقى وسط مقطعاهم جوليان بالشكل ده. هنزل بقى بالبصله دي في قلب الخليط الجميل اللي احنا عملناه مع بعض. لما تغمق معاكي في الزيت ويبقى لها مراره كده وطعمها مش كويس، الخلطه دي بتخلي طعمها تحفه. هرفع عندي بقى طاسه على النار واحط فيها حبه زيت، ولما الزيت بتاعي يسخن انزل فوقيه بقى بالبصل اللي احنا قلبناه في الخلطه الجميله بتاعتنا دي. هقلب فيها كده لحد ما تحمر معايا، وخلي ايدك فيها برضو على طول عشان ما تغمقش منك. وده شكل الكشري بتاعنا بعد ما خلص. شايفين جماله؟ شايفين جمال البصل بتاعنا المقرمش. ده شكل الدقه، حاجه كده تحفه. شايفين جمال البصل؟ الله على الجمال. جربيه بالطريقه دي وان شاء الله هيعجبك، وبألف هنا.